قصة ماري آن بيفان، أقبح امرأة في العالم. لم تكن ماري آن بيفان امرأة عادية، بل عاشت حياة استثنائية مليئة بالتحديات والتحولات. ولدت ماري عام 1874 في إنجلترا، وعانت منذ صغرها من مرض نادر تسبب في تضخم أطرافها بشكل كبير. واجهت ماري صعوبات جمة في طفولتها بسبب مظهرها المختلف، وتعرضت للتنمر والسخرية من أقرانها. في سن 20 عاما، تزوجت ماري من بائع زهور، وأنجبت 4 أطفال. لكن مع مرور الوقت، ازدادت صعوبة العيش مع مرضها، واضطرت هي وعائلتها إلى الاعتماد على المساعدات الخيرية. في عام 1902، قررت ماري المشاركة في مسابقة أبشع امرأة في العالم، التي أقيمت في لندن. وفازت ماري باللقب، وحصلت على جائزة